الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يعني يوم سعيد جدا على شعب سوريا الحبيب. مبروك عليكم الصراحه اخوانا، وربنا ينصركم يا رب على طول. وربنا يا رب طبعا يرحم شهداء غزه وشهداء لبنان، وربنا يا رب ينصرهم على من يعاديهم. طبعا منذ قليل انتهت مباراه الزمالك وطبعا فريق انيمبا بالتعادل الايجابي، والزمالك يفرط في فوز كان فعلا في متناول ايده بعد كان متقدم بهدفين عن طريق سيف الجزيري او الفلسطيني عمر فرج يتعادل طبعا بخطأ قاتل عن طريق محمد عواد. وكمان الكرة كده بتغير اتجاه في هدف التعادل من مصطفى الزناري، والتعادل بيعطي طبعا فرصة كبيرة للمصري اللي هيلعب بعد قليل امام فريق بلاك بولز الموزمبيقي، وطبعا بالتوفيق للنسر الاخضر. كمان امس النادي الاهلي بيتعادل سلبيا امام اورلاندو بايرتس، وطبعا نقطه يعني ثمينه بالنسبه للنادي الاهلي. فبرضه كان المباراه يعني مع احترامي لجماهير النادي الاهلي كانت ممله بين الاثنين، ونجح النادي الاهلي ياخد اللي هو عايزه نقطه. وكمان بيراميدز منذ قليل تعادل مع ديجوليبا المالي بالتعادل سلبي برضه. طبعا يعني حتى الان المصري هو كده اللي ممكن يستفيد من هذه الجوله في طبعا الكونفدراليه، بالنسبه يعني فرصه كبيره امام صداره المجموعه اللي فيها نادي الزمالك. هنشوف طبعا مباراه مهمه النهارده بالليل. علي ماهر طبعا مدرب ممتاز جدا. طبعا كمان يعني بنبارك نادي الزمالك افتتاح متحفه طبعا الجديد، وطبعا هي فرصه حلوه برضو تدخله عائد مادي كبير. طبعا نيجي بقى لمواجهه النادي الاهلي وانتر ميامي. طبعا يعني الاهلي امامه فرصه كبيره قوي اذا تعاقد مع يعني لو منه انا اتعاقد مع كريستيانو رونالدو، عائد مادي حلو، دعايه جميله جدا ليه وللنادي الاهلي. وهنشوف طبعا المباراه دي هتسفر عن ايه. مباراه الافتتاح هتبقى في شهر 6 الجاي ان شاء الله، افتتاحيه كاس العالم للانديه. طبعا بقى هنرد على ابراهيم فايق، وطبعا هنرد برضو على سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بيقول لك لو كان حد اهلاوي قال الكلمه دي كان زمانه اتوقف، اللي هي طبعا يعني التصريح الشهيري اللي قاله كابتن ايمن عبد العزيز اللي هو مش هيشجع النادي الاهلي في كاس العالم. طب يا كابتن ابراهيم انت كنت فين لما شريف عبد المنعم في 2019 قال لك ان شاء الله هيتغلبوا من نصر حسين ضاي، مع العلم كان الاهلي بيلعب في افريقيا والزمالك كان بيلعب في الكونفدراليه. طب كنت فين يا كابتن لما بتشوف شوبير وسيد عبد الحفيظ بيستخفوا بنادي الزمالك، مع احترامي الكبير للنادي الاهلي واخواتي والله العظيم؟ كنت فين يعني لما برضو بتجيب حلمي طولان بيشتم النادي الاهلي، برضو مهيب عبد الهادي جايب لنا النادي الاهلي؟ بجد والله يا اعلامنا يا محايد، مش عارفين تبقوا محايدين يبقى بطلوها احسن. لان بجد والله مع كل احترام الاعلام في مصر مش محايد بربع جنيه. مع كل الاحترام اعلام زي ما بيقولوا كده ماشي مع الرايقه. بجد والله يعني جربوا تبقوا محايدين، مش عارفين تبقوا محايدين يبقى بطلوها احسن. ربنا يستر على المحمودي الصراحه في قناه اون. بجد والله يعني انت يا كابتن ابراهيم ما بتردش ليه مثلا على شوبير اللي برنامجه في قناه الاهلي حارس الاهلي 80% زمالك، 80% والله العظيم من اخبار النادي الزمالك، من اخبار من عناوين البرنامج. بجد والله جربوا تبقوا محايدين. اما بالنسبه لكابتن سيد، يا كابتن سيد انت اهلاوي وكل حاجه والناس بتحبك، لكن خف شويه بقى عن نادي الزمالك، يعني اتكلم عن ناديك مع كل الاحترام. برضه انا ايمن عبد العزيز طبعا يا الراجل هو حر في رايه والله العظيم، وده حر، دي حاجه حريه. طب ما انت عندك شريف عبد المنعم قال لك ان شاء الله هيخسروا، حد اتكلم؟ طب حد شاف ابراهيم سعيد وهو بيشتم برضه وبيستقل بنادي الزمالك بلعبته؟ جربوا تبقوا محايدين، مش عارفين تبقوا محايدين، خلاص يا جماعه بطلوها احسن. طبعا الدوري الانجليزي طبعا يعني مانشستر سيتي امس تعادل مع كريستال بالاس بهدفين مقابل هدفين برضه. كمان تاجيل مباراه ليفربول ديربي الميرسي سايد، ليفربول امام ايفرتون بسبب الاحوال الجويه. كمان النهارده تشيلسي بيخسر امام طبعا توتنهام هوتسبير. كمان ارسنال بيتعادل بهدف لمثله امام فولام. كمان ابسويتش تاون بيخسر امام بورنموث بهدفين مقابل هدف. وطبعا يعني مباراه حتى الان يعني فرصه كبيره لارني سلوت، لكن طبعا يعني التأجيل. كمان امبارح مباراة برشلونة بتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما أمام ريال بيتيس، وفرصة ثمينة طبعا استغلها ريال مدريد بالفوز طبعا على جيرونا بثلاثية مقابل لا شيء، ويشتعل صراع الدوري الأسباني من جديد. طبعا الدوري الإيطالي حتى الآن يا جماعة يعني أتلانتا بيتصدر الدوري بالفوز على ميلان، والإنتر بيفوز على بارما، وكمان روما بيفوز على ليتشي.
ومباريات مهمة طبعا النهارده، هتبقى مباراة قوية جدا بين نابولي وبين لاتسيو، هتبقى مباراة جميلة جدا الصراحة. الديربي الجنوب ده طبعا نابولي الجنوب امام طبعا يعني العنيد عدو روما فريق لاتسيو. هتبقى مباراة مهمة جدا في الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي يا جماعة السنة دي خطير جدا، وهنشوف طبعا مباريات قوية النهارده. طبعا يا جماعة أتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. وطبعا نختم بخير الأنام وهي صلاة على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم.